عسلامتكم الناس الكل. فيديو جديد واكله جديده معنا. اليوم اخترت باش نعمل مرقه بطاطا تونسيه، لكن ما هيش بالطريقه المعتاده اللي احنا نعرفوها. هوني بطريقتي انا باش نعملها وان شاء الله تعجبكم وتنال استحسانكم. لكن قبل ما نبدا الفيديو معكم نتمنى منكم كل لطف اللي ما يشتركش في القناه يشترك في القناه وهكا تشجعوني باش نزيد نقدم لكم اكلات بسيطه وعاديه وبطرق مختلفة. دونك اول حاجة خديت طنجرة وحطيت فيها زيت، كمية من الزيت تمام، وحطيت فيها البصل، قصيت راس بصل جوانح، ما قصيتوش طرونشات صغيرة، قصيته جوانح، وحطيت فوقه الدجاج على طول تمام. وباش ندبل البصل مع الفراخ طعمتها تحفة جدا. حطيت 3 ورقات رند وحطيت شوية فلفل اسود ونخليهم يتقلاو مع بعضهم. بعد ما تذبل عنا البصل وحمرنا شويه الفراخ، دونك زدت لها كعبتين طماطم مقصوصين جوانح، ونخليهم يتقلبوا مع بعضهم ونغطي عليهم الجاز. هنرجع بعدين نفوحها ونشوفوا هنعمل فيها ايه. يعني حطيت ميه سخونه تغلي باش نضيفها للصوص بتاعي. دونك على فكره انا من النوعيه اللي ما نحبش نتمسك بطريقه تقليديه نقعد نعاود فيها مثلا مرقه بطاطا تجي 1 مع 2 مع 3، لا. دونك نحاول كل مره نغير ونذوق طعمه ونغيرها. عجبتني حاجه نضيفها، ما عجبتنيش حاجه نشيلها، ف نضيفوا معاها حاجات وننقصوا حاجات حتى نحصلوا على الريسيت اللي تعجبنا وتناسبنا. دونك في حاجات هنا مثلا طريقة البصل الجوانح دي مع الفراخ بعدين نضيف لها الطماطم، كعبتين طماطم، وخليهم يتقلاو مع بعضهم، عليهم شوية فلفل اسود وريقات رند. اول ما نلقى عندي طماطم زيادة دبلت، هوني عندي صينية ثوم باش نضيف لها شوية ثوم تمام. هوني بعد ما ضفت الثوم باش نضيفهم غرفة كبيرة صلصة. دونك نحط مغرفة ونحط معاها بالطبيعة الهريسة العربي، يعني اللي يحب الاكل سبايسي. انا هوني حطيت هريسة عربي ونحركهم شوية ونخليهم يتقلبوا مع بعض. هوني باش نحط نص مغرفة فلفل اسود حكم اني حطيت من الاول، مش نضيف كتير. حطيت لها فلفل احمر او فلفل زينة نص مغرفة، وحطيت هنا مغرفة كركم. هنحط تابل وكروية او كزبرة بما يسمى كزبرة هنا في مصر. دونك هنحط مغرفة سمحة، نحط واحدة. انا هنا بصراحة نستعمل مغرفتين بتاع قهوة او مغرفتين اكل صغيرين. ما ننساش الملح بالطبيعة، الملح حسب الملح هنا كل واحد والذوق نتاعو بالطبيعة في الملح. ونخلط المكونات كلها مع بعضها. نخلطها بسم الله ما شاء الله على الريحة، تبارك الرحمن، ريحتها تحفة. هوني بالطبيعة عندي المية بتاعي اللي حطيتها تسخن من الاول، دونك نضيف لها شوية مية ونغطي على الصوص متاعي ونخلي حتى للحم يطيب. وبعدين اخر مرحلة هنحط البطاطا تمام. ما أكلة سريعة ما تتطلبش منك برشا وقت، وكمان مكوناتها بسيطة وموجودة تقريبا في كل عائلة.
مرقة البطاطا متاعنا حضرت، بسم الله ما شاء الله. شوفوا هوني الدجاج او الفراخ عندي مستوية جامد. تبارك الرحمن. الطريقة بتخلي عندكم اللحمة كسوا معناتها الدجاج او الفراخ او اللحمة تستوي عندكم معناتها وتسهل كده على الصغيرات الاكل بتاعها. دونك تبارك الله. زدتها في الاخر، زدت الصوص متاعي، زدتها البطاطا. وفي اخر قبل ما خلاص ما نطفي الجاز عليها هنحط جرينات فلفل خضر ونضيف لها شوية الفلفل الاسود، نزيدها بنة على بنة. وحضرنا معاها لفطورنا النهاردة صحن سلطة، بسم الله ما شاء الله. شوفوا هنا جمال الشكل متاعه والمطعم متاعه. حطيت فيها جزر مبشور وحطيت فيها خس وطماطم. نجم تضيفوا اي حاجة انتم عاوزينها. ننصحكم تجربوا الطبق هذايا، سهل وما يستغرقش برشا وقت، وفي نفس الوقت معناتها الولاد حيحبوه. واقتصادية زادة، مكوناتها موجودة في كل بيت، تقدر كل ست بيت معناتها تحضرها في وقت وجيز. ننصحكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واللي وصل معنا بالطبيعة لاخر الفيديو ما ينساش اللايك او الجيم والبارتاج، وهكا زي ما قلنا تشجعوني باش نزيد نهبط فيديوهات. الاكلات سهلة جدا جدا، بسيطة، مكوناتها بسيطة، وفي نفس الوقت معناتها تفرح بها عائلتك. هوني بالنسبة للطبق اليوم تقدر معناتها تحضر بحذاه رز، كسوا رز ابيض او رز بشعرية. وان شاء الله يكون يعجبكم، وما تبخلوش عليا بجيم ولايك.